يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا، صحابي وحبايبي واخواتي. يلا لو كنت بتدوري على طاقة أو بتفتحي الفيديو تهربي من الزهق، فانتي في المكان الصح. أنا هنا علشان أقولك إن الشغل مش حمل. الشغل ده بطولات يومية بتحصل جوه كل بيت. تعالي تعالي نغسل ونطبق وننضف ونضحك كمان ونفضفض، لأن الروتين مش ممل. الروتين مش ممل لما نعيشه سوا. يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وخليكي معايا للنهاية. لو لسه ما اشتركتش يا حبيبتي في القناة، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو بنزله، يوصلك كل جديد. وما تنسيش اللايك، بيفرق معايا جدا عشان قناتي تكبر بيكم ونكون احسن عيلة. ما تنسيش يا حبيبتي ان القناة دي ممكن في يوم من الايام تكون مصدر رزق ليا، فما تبخليش عليا بالدعم. ويلا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ يومنا بالصلاة عليه وذكر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا معايا حلة على النار، حطيت فيها معلقة كده من السمنة، ونزلت بالفراخ علشان اديها تشويح. والطريقة دي جميلة جدا علشان تسد معايا المسام بتاعة الفراخ او اللحوم اللي انت هتعمليها. واما خدت تشويحة او صدمة على جنب، قلبتها على الجنب التاني. تمام كده حبيبي. طيب انا هنا معايا على التانية الصلصة بتاعة المحشي. انا هنا حبيبي هعمل محشي كرنب. عملت كده الخلطة بتاعة المحشي اللي هي رز والخضرة اللي هي كزبرة وبقدونس وشبت والصلصة. وبقيت كده معلقتين صلصة عشان احطهم على وش المحشي بعد لما احشيه. الطعم بيفرق جدا. وهنا قطعت ورق الكرنب. في ناس بتحط اللي هو اللهم صل على النبي طماطم وفلفل وبصل والكلام من ده، بس انا شايفه ان هو ملوش لازمه لان هو ما بيتاكلش. ماشي. دلوقتي انا بلف المحشي وكلنا شطار نعرف نلف المحشي. انا لفيت كده اول دور معاكم، وكم رجعت لكم بعد ما خلصت. بس المحشي اهو، شايفه انا حطيت الصلصه على وش المحشي، والله بتخليه في حته تانية. وهزت كده الحله علشان الشوربه تنزل لتحت والقعد يكون مظبوط. وفي حله كده على النار حطيت معلقه من السمنه وشويه زيت علشان السمنه ما تتحرقش او ما تطرش مني من الحله يعني، لان انتوا عارفين السمنه بتتحرق على طول. ونزلت كده بشويه من لسان العصفور، وبعد ما اخد لون ذهبي نزلت عليه بالشعريه، بيكون جميل وشكله حلو. زي ما انتوا شايفين كده اتحمر. نزلت عليه بالشوربه وهسيبه ياخد غلوتين، ومش هغطيه، وهحمر معاكم الفراخ علشان نتغدى. وكده حطيت الغدا. وجينا بقى جينا لفقرة المواعين. فقرة المواعين يعني فقرة الفضفضة، فقرة الدردشة. ندردش كده سوا، اديكوا افكار او حتى نصايح، او حتى نفضفض شوية مع بعض. حاجة مضايقاني حاجة كده، وهستنى تعليقك ان انت ترد عليا في تعليق. وكمان بعد ما اتغدينا شربنا الشاي كده، ونبدأ فقرة الدوشة. أنا بالنسبة لي هي فقرة الدوشة، بس لعل وعسى يكون فيها نصيحة تفيدك. بصراحة المواعين بقت صاحبة البيت أكتر مني، يعني هي صاحبة البيت مش أنا. يعني أنا أصحى من النوم ألاقي مواعين مستنياني، أخلص غدا ألاقيهم بيزيدوا. طب أنا بدأت أشك صراحة يعني إن المواعين دي بتخلف. طب يعني ملهاش حل غير كده. والله انا واقفة هنا افكر يعني امتى الواحد يلاقي فيه ساعة، يعني ساعة راحة. كل يوم غسيل وطبيخ ونظافة ومسؤولية، بس اقول لنفسي الحمد لله. في ناس بتاكل وبتشرب وبنعيش، ده في حد ذاته نعمة. نعمة والله والله، ونحمد ربنا عليها.
ما بيحسش بالنعمة دي الا اللي بجد مفتقدها. الحمد لله ان في اولاد بتجري وبتلعب وبننضف وراهم وبياكلوا وصحتهم بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيدهم كمان وكمان. آه فيا بنات ما فيش حاجة اسمها ست بيت مرتاحة. تمام. طيب احنا بنشتغل اكتر من اي وظيفة بصراحة يعني، بس الفرق ان شغلنا ملوش مرتب ولا اجازة. يعني حتى لو انت موظفة، يعني شوفي انت بتيجي من شغلك لشغل البيت والاولاد والمذاكرة وكاني وماني وما بتلحقيش تاخدي نفسك. لكن لو شغل تاني في اجازات وفي مرتب وكل حاجة. بس ده الفرق. آه ما فيش اجازة زي ما انا قلت يعني. مواعين بتلاقيها بتتكاثر. الشقة بتتبهدل على طول. بس ليه؟ يعني رضا. الرضا في اللمة. الرضا في اللمة بجد وحب اللي حواليكي. يعني إن كان أولادك ولا جوزك ولا إن كان يعني أهل جوزك. وساعات كده بقول لنفسي أنا فين وسط الزحمة دي؟ يعني فين وقتي؟ أنا فين نفسي؟ بس أرجع وأقول يمكن كل ده بيتعوض في نظرة رضا من ولادي زي ما قلت لكم كده. وكله يعني كلمة تسلم ايديكي. يعني كلمة تسلم ايديكي يا ماما اللي بتنسيك التعب. عارفين اكتر وقت بحس اني بفكر فيه في كل حاجة. يعني هو انا بغسل المواعين. يعني الوقت انا بغسل في المواعين بفكر في كل حاجة. يعني انا وانا واقفة كده بفكر اني محتاجة مثلا ارتب. بفكر اني نفسي اعمل يوم كده ليا لوحدي من غير صوت. لما اسمع صوت يعني من غير صوت من غير طلبات. بس رغم كل ده يعني بفرح لما بلاقي البيت يروق. لما اسمع صوت ضحكة عيالي. اسمع صوت ضحكة من عيالي وابص حواليا واقول دي مملكتي. دي مملكتي الصغيرة وانا الملكة. حتى لو يعني بمر بيه. حتى يعني اللي بمر بيه ده صعب عليا. فانا متقبلاه وحباه علشان خاطر اولادي وعشان خاطر بيتي وعشان مملكتي. فلو انت زي كده واقفة بتغسلي ومش لاقية نفسك، آه فضفضي وطلعي اللي جواكي. حتى لو بينك وبين نفسك. صدقيني انت قوية. كل طبق بتغسليه هو ده لانك بتعملي اللي عليكي بكل حب. يعني صدقيني يعني اولادك يستاهلوا وبيتك يستاهل ان انت تتعبي علشانهم. فما تستخسرش فيهم اي حاجة. حتى لو انت تعبانة لازم تقومي وتشوفي طلبات اولادك وطلبات بيتك. ما تخليش اولادك يحسوا بحاجة ناقصاهم. لان يعني نظرة الرضا اللي في عينيهم او الضحكة اللي بتكون على وشهم يعني الابتسامة او حتى كلمة شكر بسيطة منهم هتغير لك مودك وهتنسيك التعب اللي انت كنت فيه وهتخليكي قوية اكتر من الاول. يعني شوفي انت تعبانة ومجهدة و... وقمتي برضه عشان تعملي اكل لولادك وتنضفي البيت مكانهم علشان ما يحسوش باي نقص او اي حاجة ناقصاهم. وكمان حابة اقولك يا حبيبة قلبي، حبي نفسك زي ما بتحبي اللي حواليكي. احنا دايما بنفكر في الكل. في الولاد في البيت في جوزك في يعني أدق تفصيلة في حياتك انت بتفكري فيها. بس افتكري ان انت كمان لك حق. يعني تعتبري نفسك مهمة. حتى لو يعني أقل تقدير كوباية شاي. حتى لو يعني عملت كوباية الشاي دي وطلعتي في البلكونة كده وقعدتي وشربتيها بهدوء. آه ده حقك على فكرة. دي مش رفاهية. ده حق من حقوقك. آه لازم تدي نفسك بريك.
يعني البريك ده بجد هيفرق معاك، يعني بعد ما تخلصي كده شغل البيت وخلاص خلصتي. انا عارفه ان هو بيخلص، بس خلصتي خلاص لازم تعملي نفسك ايه يعني وقت كده، حتى كافئي نفسك زي ما قلت لك، بكوبايه شاي كوبايه قهوه، لو تجيبي تعملي نسكافيه، لو تشتري لنفسك حاجه بتكوني يعني كافئتي نفسك على التعب اللي تعبتيه، فما تحسيش بالملل ولا تحسي بالزهق. وتاني يوم تبدأي يومك بطاقة ونشاط أكتر من اليوم اللي قبليه. حتى لو يعني لو حد بيقدرك، فانت برضو لازم تقدري نفسك. ما انا ما قلتلكيش تعملي حاجة واو يعني، انا بقولك اقلل قليل خالص، كوباية شاي بس مع نفسك كده بهدوء، مثلا خلي العيال يلتهوا بألعاب الهم بأي حاجة، وخليكي مع نفسك كده، واقعدي كده هدي نفسك وروقي بالك، وسيبي التفكير وسيبي كل حاجة، ويعني خليكي في ساعة صفاء كده، هتحسي بجد ان بالك راق ومودك اتغير، وتحسي انت ما تعبتيش ولا عملتي اي حاجة خالص. شوف انا بقولك ايه، انا مجربة، وبجد بجد لو كافئتي نفسك بكوباية الشاي دي هتحسي انت طلعتي من المود خالص خالص خالص، بس تكون بروقان. تمام. خلصنا كده مع بعض فقرة الدوشة، وخلصنا كده مع بعض شوية المواعين، ورصيت اللي رصيته في المطبقية، ودي المواعين اللي كانت باقية. وكمان يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين، وكمان شطبت الحوض خالص، اسعد لحظة بتيجي عليا بصراحة. كان عندي هنا شوية غسيل كده طبقتهم آه وخلاص خلصنا يومنا سوا بحلو وتعبه. ولو وصلتي لحد هنا فانتي مش بس متفرجة، انت صاحبة بيت زينا. وما تنسيش تعملي لايك ولو عجبك الفيديو، واشتركي في القناة عشان يومنا اللي جاي نعيشه سوا. وافتكري دايما الراحة في البساطة والسعادة والتفاصيل الصغيرة. في رعاية الله، واشوفك في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة حبايب قلبي، اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد بإذن الله تعالى.